السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. طبعا مهما اتعلمنا في وصفات ولا عملنا اكلات حلوة وجميلة، ما بنقدرش نستغنى عن صينية البطاطس باللحمة الفظيعة دي. طعمها تحفة، جميلة جدا وسهلة وبسيطة. تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض. هجيب طاسة على النار كده واحط فيها شوية زيت واسيبهم يسخنوا. وقبل اي حاجة بقى ما تنسيش تعملي لايك والاشتراك في القناة عشان خاطر ايه اقدر اكمل. هجيب هنا اللحمة بتاعتي واحطها في الزيت سخن كده وابتدي اشوح فيها. هشوحها مجرد تشويح، مش هديها لون ولا حاجة، يعني مش هحمرها، هشوحها بس بالشكل ده كده. وهبتدي اقلب، اول ما يبتدي لونها يغير كده هقلبها على طول. طبعا انا بادئه باللحمه عشان خاطر بتاخد سوا شويه عن البطاطس. لو حطيتها نيه في البطاطس البطاطس هتستوي وهتدوب واللحمه هتبقى لسه ما استوتش. فهنشوحها كده الاول كده ونديها تشويحه حلوه. هنحط بصلايه كده متقطعه صغير ونبتدي بقى ايه نفضل نشوح فيها كده لحد ما نشم الروائح الجميلة بتاعتها. اللحمة دي سمينة جدا بس مخلية طعم البطاطس تحفة. هحط هنا فلفل اسود ورشة من جوز الطيب وبس كده، مش هحط بهارات تاني ولا هحط ملح ولا هحط اي حاجة. هسيبها تستوي كده وباقي اي حاجة تانية هحطها على البطاطس ان شاء الله. هحط هنا مية مغلية، اهم حاجة مية مغلية، متحطش مية باردة عشان خاطر ما تجلدش معاكي وتاخد وقت على النار. تمام، بس كده هسيبها تستوي 3/4 سوا عشان تكمل السوا مع صينية البطاطس. هنغطي عليها ونسيبها لما تستوي. وهنا كانت ايه خدت الدرجة المطلوبة في السوا والمية بتاعتها يعني اتبخرت نشفت خالص، وده الصوص والسمانة اللي نازلة منها. هجيب بقى البطاطس اللي انا مقطعاها ترنشات، هحط عليها معلقة توم كبيرة وهحط عليها بصلتين كده متقطعين شرايح مع فلفلاية حارة كده. هحط بقى بهارات فلفل اسود وكمون، كزبرة ناشفة. بس هي دي البهارات اللي انا حطيتها تاني مع البطاطس. هحط رشة زيت بسيطة كده وابتدي بقى افكك البصل من بعضه واقلب بقى المكونات دي كلها مع بعض. مكونات سهلة وبسيطة وطريقة سهلة وبسيطة، مفيش اي حاجة صعبة ولا معقدة. وهتاخدي احلى صينية بطاطس في العالم، بجد كانت تحفة. شبعنا ومش كنا قادرين نبطل اكل منها. تمام كده، هبتدي بقى اجيب اللحمة بتاعتي واحطها على البطاطس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ودي السمنة بقى والدهون والبهاريز اللي كانت فين في اللحمة هحطها على البطاطس برضو. ما حطيتش ملح فهحط ملح بقى للحمة والبطاطس مع بعض. هنا عندي طماطم متسبكة في الفريزر هنزل بيها، ما عندكيش عصير طماطم وانزلي بيه على طول. وكده هنا كانت صينية البطاطس بتاعتي خلصت وما خدتش وقت خالص، سهلة وسريعة وبجد تستاهل ان انتوا تجربوها. جربوها بالطريقة دي وهتحبوها جدا. هدخلها الفرن وهنعمل مع بعض بقى شوية رز بالشعرية. حلة على النار فيها شوية زيت، هحط بقى كمية الشعرية بتاعتي. انا هحط كوبايتين رز، هحط عليهم يعني قد كوباية الا ربع شعرية كده وكوباية شعرية. وابتدي بقى اقلب الشعرية لغاية لما تاخد اللون الذهبي او البني اللي احنا متعودين عليه. حاولي ما تغمقيش الشعرية قوي عشان لما بتبقى غامقة بتغمق الرز وبتخلي طعمه تقيل. خليها فاتحة بالشكل ده كده. وهنزل بالرز بتاعي وبالملح وهبتدي اقلب بقى الرز كده تشويحتين 3 على النار عشان يتغلف بالزيت كويس. هنا حطيت الملح عشان يتغلف بالزيت كويس ويبقى مفلفل ما يعجنش. تاخدي احلى رز بالطريقة دي. وهحط المية بتاعتي، مش هتفرق مية ساقعة من سخنة، بس يفضل ان هي تكون سخنة يعني. ونغطي عليه ونسيبه يستوي. وهنا كانت صينية البطاطس التحفة بتاعتنا طلعت من الفرن. شايفين بقى بتتكلم عن نفسها، مش محتاجة كلام والله. سهلة وسريعة وشهية وتفتح النفس، والله جميلة جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نغرف بقى شوية كده في طبق. شايفين السمانة وشايفين اللون بتاعها جميل جدا، يعني حاجة بسيطة جدا خالص. شايفين رز بشعرية وبطاطس ولحمة، طبق يعني يستاهل بقك والله. وده كانت وصفتنا النهاردة. يلا جربوها، ألف هنا على قلبكم. يلا مع السلامة.